هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. اهلا بيكم، وحشتوني من الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده احنا بنكمل حصاد 2015. يلا بينا ونروح ونفكركم باحسن حلقاتنا. الكورة لعبة جماعية وفيها فن ومهارة وحاجات كتيرة جدا، لكن نجمنا اللي كان معانا في سبوت بيلعب هو والكورة وبس. لما قلنا هنتكلم عن الفوتبول فري ستايل كان لازم يبقى معايا واحد من اجمد واشهر لعيبه الفري ستايل في العالم. ترتيبه الثالث على العالم، الاول على مصر وعلى العرب. سرعته ومهاراته بتتطور بشكل رهيب. ضيف النهارده يوسف ايمن الشهير بيورك. عايز اتكلم عن الفري ستايل شويه، لان ممكن تبقى الناس مش عارفه الفري ستايل، بتشوفه بس مش عارفه هو ايه. تمام. ايه الفري ستايل؟ الفري الفوتبول ستايل فري ستايل بالظبط. يبقى ايه؟ تمام. فوتبول فري ستايل او فري ستايل فوتبول، الاثنين ممكن تتقال. الفري ستايل فوتبول هو عباره عن حركات بالكوره. تمام. يعني سيمبل از ات از، انت بتاخد الكوره وبتعمل بيها حركات بجسمك كله. طبعا هو متقسم 3 حاجات: لور بادي وابر بادي وسيت داون تريكس. تمام. فهو الفكره كلها ان انت بتاخد الكوره وبتعمل بيها تعبير حر، يعني بتطلع بيها الكاركتر بتاعك، بتطلع اسلوبك في اللعب، ايه اللي ممكن تعمله بالكوره. ساعات ناس بتتفرج على مثلا ماتش كره قدم ومستني بس يشوف لعبه حلوه او لمسه حلوه، لا انت بتاخد الكوره وبتعمل كل اللمسه دي عندي بالملعب بالمباراه كلها. انت بتاخد الكوره وبتعمل بيها كل اللي انت نفسك فيه لوحدك وبتطلع بيها الحاجه. فهي في النهايه عباره عن ميكس او يعني كومبينيشن من الارت والسبورت، يعني هي نصها فن ونصها رياضه في نفس الوقت. ما تقدرش تقول عليها رياضه منفصله او ان هي فن وخلاص، لا هي الاثنين مع بعض، لان هي فن بالحركه. فتعتبر الاثنين مع بعض. اسمها بالعربي مهارات الكره الحره، يعني ملهاش ترجمه قوي، بس في ناس تقول مهارات كره قدم، مهارات كره حره، بس هي يعني هي تقال فري ستايل فوتبول اكتر حاجه. ممكن تقول فري ستايل كوره، هي معروفه الناس يعني كله بيقول عليها فري ستايل اصلا. حتى يعني انا مثلا رحت دول كتير، سافرت مع فري ستايل كتير. ممكن تروح المانيا، تروح اي دوله ثانيه بتتكلم لغه ثانيه يقولوا عليها فري ستايل برضه، ما يترجمهاش للغه بتاعتك. الاسم العالمي بتاعها اللي هو الفري ستايل، كله بيقول عليها فري ستايل. لما ابتديت تلعب بقى ايه اللي شدك فيها اكتر؟ هل عشان انت مثلا بتستخدم مهاراتك او بتبدع حاجه جديده، ولا يعني ايه اللي شدك فيها؟ يعني انت سبت الكوره. تمام. يعني تعتبر كنت بتلعب كوره وكنت في نوادي وفي مصر وفي اسبانيا ورجعت مصر تاني. انحرفت عن الكوره، هي برضو كوره بس بشكل مختلف. هو انت تقدر تقول ان انا من زمان، من صغري انا بحب اي حاجه فيها بيرفورمانس او فيها شو. يعني انا حتى كنت بلعب وانا صغير كونغ فو اساليب، اللي هو البيرفورمانس بتاع الكونغ فو، بعمل حركات بالسيف بالزانه، بعمل شوز يعني بالكونغ فو، استعراض. بالظبط، استعراض عموما.
فمن هنا جه فكره ان انا يعني انا واضح ان انا اي حاجه بدخل فيها بحب في النهايه ان انت تبقى مميز في الحاجه دي وبتعمل حاجه بتطلع فيها البيرسوناليتي بتاعتك، يعني شخصيتك انت شكلها عامله ازاي بالظبط. فمن هنا دخلت في الفري ستايل، وبعدين لما تحس ان انت مختلف عن الناس يعني كل الناس في الملعب كله عايز مثلا بيباصي وخلاص وعايز يجيب جون، لا انت بتعرف تعمل حاجه زياده محدش يعرف يعملها. حتى الفن بتاعها في اللعب نفسه، ازاي بتدي كباري، ازاي بتشمس، ازاي بتعمل ترقيصه غريبه محدش فاهم اتعملت ازاي. فهي كل ده كنترول بجسمك على الكوره. فيمكن دي يعني هي باشن، هي حاجه فاهم، انت مجرد ما شفتها حسيت ان انت عمال عايز زياده عايز زياده وعمال تكمل وبعدين تالف منها حركات. التريكس وخفه الايد قدرت تنتشر في مصر بسرعه كبيره، واللي انا شفته كنت بحاول اقنع نفسي انه مش حقيقي. النهارده حلقتنا مختلفه، كل فتره بنطلع لكم بحلقه مختلفه من على مسرح سبوت. النهارده هنتكلم عن حاجات او هتشوفوا حاجات صعب عليكم شويه ان انتوا تصدقوها، ممكن الناس تشوف حاجه غريبه. النهارده باختصار هنتكلم عن كراس المصري بيعمل ماجيك، بيعمل سحر، بيعمل سرعه يد، خداع بصريه، مش عارف انا اسميها ايه لان لغايه دلوقتي مش لاقي ترجمه للي هنعمله النهارده. واحنا قاعدين بنتكلم كده ما توريني حاجه. اعمل لك لعبه؟ اه طيب اتبسط شويه. دي ايه دي؟ دبله؟ تمام، شوفها شوف دي دبله. حطها هنا. احطها في ايدي؟ اه فين؟ هنا صباعك صغير. تمام. بس كده حاول تخلعها كده. كده؟ اه لا لا اخلعها عادي. اوكي هاتها. انت بتخلعها كده صح؟ لا معانا احنا ما بنخلعهاش كده. ركز اهي بعملها كده. بعمل كده مره واحده تطلع. كده اهو. تطلع. جرب كده سواء تطلع تعمل حاجه. لا طبعا مش هتعدي يعني، دي حديد يعني. ده عادي. ممكن اوريها للناس اللي هي حديد اهي. مفيش يعني عاديه. انا بضغط اهو مفيش اي طب حاجه. ركز جامد اهي. اهي حديد صح؟ بس اعملها كده. بص اهي دي اهي جوه اهي امسكها كده. اربطها اهي، تعرف تخرجها من غير ما يتقطع. يعني مستحيل يعني، انا لازم اقطعها يعني عشان تخرج. ما ينفعش صح؟ لا كده انا احاول اهي. ما ينفعش تتقطع صح؟ هتختار اي ورقه قدامي. تمام. اسحبها. اهي اختار دي. تختار 3. ماشي اهي بص 3. دي ورقه فاضيه صح؟ تمام. ورقه عاديه. احط الورقه تاني؟ لا سيبها اهي ورقه عاديه صح؟ تمام.
انت اخترت اي ورقه صح؟ مم. لما انت اخترت حطها تاني او هاتها. اتفضل. حطها هنا. ديت الارقام من 1 لكام؟ من 1 ل6. 6. انا ما اعرفش انت كنت هتختار كام صح؟ هولعها هنا. انت اخترت اي ورقه صح؟ ما قلتلكش اختار 3. لا ده انا راندم اخترتها من الكوتشين. اوكي. بص ينفع دي من 1 لكام؟ ل6. من 1 ل6. ينفع الثلاثه دي 3 هنا صح؟ من 1 ل6 والشكل بتاعها ينفع لو انا مشيت كده بالنار هي الوحيده اللي تختفي؟ لا طبعا ما ينفعش. بص هعمل كده، ركز بالعلامه بتاعتها هي الوحيده اللي اختفت. اعمل لك لعبه حلوه قوي. امسك دي ايوه، اقفل 200 على ايديك جامد، واقفل دي على دي الناحيه الثانيه. هيقرب عليا شويه. لا اتني ايديك كده. ايوه كده. ارفع ايدك لفوق جامد. ينفع فين ال 200 جنيه؟ ال 200 اهو. ينفع يبدلوا ولا ما ينفعش؟ لا طبعا ما ينفعش. في ال 200 الناحيه دي اه وال 20 الناحيه دي. ما ينفعش دي تيجي مكان دي صح؟ لا طبعا. اعد لغايه كام يبدلوا ولا ما ينفعش؟ اعد لغايه كام؟ زي ما انت عايز بس ما ينفعش. 2 3 بدلوا. شوفهم بدلوش ولا ايه؟ لا بجد. انت عارف اللعبه دي صح؟ مفيش حاجه تبدلها. الساعه يا عم بتاعتك. طب انت ازاي خلعت الساعه؟ وانا بوز ايديك. ده انا رابطها وعاملها عشان كل حاجه بتتطور الرياضه كمان بتتطور، ورياضتنا اللي بيلعبها مره ما بيقدرش يستغنى عنها، بتحتاج للشمس والبحر والهواء. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. دلوقتي هنشوف الاسيستنت بيعمل ايه او بيساعد الرايدر ازاي. الاسيستنت هو اللي بيبقى ماسك الكايت في وقت اللانشنج بتاع الكايت او في وقت طلوع الكايت لفوق. اوكي. طبعا احنا بنبقى ماسكين الكايت من نص، الهواء هو اللي شايلها. الرايدر بيبقى واقف 90 درجه، هيبقى واقف في الميه. الاسيستنت بيرفع الكايت بيوقفها بالشكل ده كده، وبيستنى اشاره من الرايدر في الميه علشان يطيرها له. اول لما الرايدر يدي الاشاره اسيستنت بيسيب الكايت من ايديه، الكايت تبتدي تطير لفوق. اوكي. تقدر توريني البوزيشن بتاع اللانشنج؟ ايد من تحت وايد من فوق. ده كده الايد من النص، ايد من تحت وايد من فوق. ابتدي اوقف الكايت بالظبط كده. برافو عليك. وافضل ثابت لغايه ما استنى الساين من الرايدر بالظبط اللي هي هتبقى كده. الساين ده اهي. اوكي. هتسيب الكايت هتطير لفوق. بعد كده هطلب منك تلاند الكايت ليا. هعمل لك كده تعملي نفس الاشاره. هنزل الكايت بالراحه تقوم ماسكها بايديك.
بعد كده هنعمل لانشنج تاني وننزل على الميه. اوكي تمام. تمام. اوكي دلوقتي تقدر تمسك الكايت من النص لغايه لما انا انزل قدامك في الميه. تمام. الساين اللي هو قال لي عليها اللي انا هستناها منه عشان اعمل له لانش للكايت اللي هي الاوكي. الاوكي معناها اللي انا هسيب له الكايت عشان تلانش. اللاندنج ليها ساين تانية اللي هي كده اهو، دي معناها اللي هو هيعمل لاندنج للكايت بتاعته. ولازم انا لما هو يعمل لي العلامه دي، ده اللي انا فهمته برضو، لما حد يعمل لي العلامه دي لازم ارد عليه بنفس العلامه اللي انا اقدر امسك له الكايت بتاعته واقدر اعمل له لاندنج ليها. واللي انا فاهم في الموضوع دوت، وانا متحمس للموضوع ومستني اشوف. كل دقيقه بتحمس اكتر وكل دقيقه مستني اشوف بقى. فيعني اوكي انا دلوقتي هركز عشان نبتدي. اوكي لانشنج تاني. يلا بينا يا عم. هلمت يلا بينا. Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting, wave after wave, wave after wave, slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave after wave. After when I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. عنها لعبة الأثرياء منتشرة جدا في أوروبا، لكن كتير مننا ما عندوش خلفية عنها، عشان كده جبناها لكم في صريح. ستارت بوينت اهو، وانا لسه كنت بقول ان انا عندي فضول ان انا اجرب ومش هلاقي حد افضل من حضرتك اللي انا اجرب ابتدي معاه واجرب. الله يخليك. لا ما انت برضو لسه شباب، واعتقد ان انت ممكن برضو ان انت لو وقتك يسمح ان انت تحاول ان انت تقف مع ممرن. انا ما اقدرش امرنك لان انا برضو يعني انا مجرد لاعب، لكن التمرين ده له اساسياته وله ناسه. انصحك بقى ان انت تجرب. لكن احنا النهارده يعني نحاول ناخد تسهيلا للناس اللي بتشاهد البرنامج ده، هنحاول ان احنا نبسط فكره الجولف كده ونشوف الناس فاكره ان الجولف ده مجرد انه لعبه للاغنياء ومش عارف ايه. لا، هنبين ان هي لعبه اي حد ممكن يلعبها، ما هيش لعبه للكبار، لا هي لعبه في كل سن ممكن تلعبها. وهنحاول ان احنا نبين شويه الانواع الضربات المختلفه والتحديات
اللي بتواجه لعبه الجولف، ونحاول نقول للناس هي ليه ممتعه، وان احنا ليه لازم نحافظ عليها، وايه الملاعب اللي موجوده عندنا وطبيعه الملعب ومين المساعد بتاع اللاعب وهكذا. فتعالى بس نبتدي لان الموضوع لسه كبير. طبعا الواحد اول ما بيقف بيحاول ياخد اتجاه، بيشوف لو في هواء ولا ما فيش هواء، لان الهواء ده بيأثر من 10 يعني في حدود ال10 ياردة سواء ضد او مع. تمام. فاحنا عندنا ال 120 ياردة دول بالبيتشنج ويدج هنحاول نعملهم بهذا الشكل. انا عايزك بقى تجرب ان انت تحاول تعمل الضربه دي باقل قدر ممكن من العنف. بمنتهى البساطه كده. اديني كوره لو سمحت يا استاذ سعيد. وبدايه اي لعيب ان انت تتعلم ان انت ازاي تمسك المضرب وازاي تقف على الكوره. فانت بتحاول ان انت اسهل حاجه ان انت اعتبره مضرب بيسبول. دي اسهل ماسكه. تخلي اليمين تحت، لان اليمين دي هي اللي بتضرب بيها. بس هو تقف بحيث انه حط المضرب ما تنشفش هنا. سموز خالص. سموز خالص. انت بتشغل المضرب بس مش قوتك هنا. بس اهم حاجه انك هنا ما يفكش. تمام. المفروض بقى ان انا اضرب جامد يعني ولا هضرب بالراحه؟ انت اللي هتعمله ان انت اولا هتفتح رجليك سنه بحيث ان الكوره تبقى في نص بين الرجليك الاثنين. تمام. افتحهم شويه لان كل ما بتفتح رجليك كل ما بتبقى عندك ثبات اكتر، ما تروحش يمين وشمال او ان انت تقع لورا او كده. تمام. بعد كده هتحاول تخلي ايدك الشمال دي كلها مفروده. ليه بقى؟ لان انت لو طلعت بيها مفروده كده هتنزل بيها مفروده في نفس المسافه ونفس الاتجاه، فبالتالي هتيجي في الكوره. لو عملت اي حركه غير كده او حركت كتفك غير كده المضرب عمره ما يجي في الكوره. فحاول انت هندي لك كام كوره تحاول ان انت تضربها. برافو. طيب احنا دلوقتي هنروح على الكوره كان ما هدفناه، بس واحنا رايحين كده انا عايز اعرف الايكويبمنتس بتاعت الجولف ايه؟ يعني اللي عايز يلعب جولف دلوقتي ايه الايكويبمنتس بتاعته؟ والله هو عموما الايكويبمنت بتاعت الجولف هي عباره عن الشنطه اللي بيتحط فيها المضارب المختلفه اللي انا حاولت اشرح لحضرتك. كل واحد له استخدام. اللبس اي لبس يعني اي حاجه مناسبه للرياضه. الجزمه يستحسن ان هي تبقى جزمه بيبقى فيها من تحت زي جزم الكوره كده اللي بيسموها الستادز بحيث ان هي تثبتك في الارض. تمام. والجوانتي عشان ما تتزحلقش العصايه من ايدك. وطبعا الكور. وبيبقى معاك حاجه بيسموها التي اللي هي بتحط عليها الكوره في ضربه البدايه. تمام. على اساس ان هي بيديلك نوع من الميزات ان انت اول ضربه دي بتبقى مش على الارض فسهل ان انت تضربها. يعني انت شفت مدى الصعوبه ان انت تضرب الكوره فتخيل تضربها من على الارض وهي مش عاليه كمان. فده التي ده برضو من الادوات بتاعت اللعبه. Come around, wanna hit the top. Ooh la 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 la. Shit, but you know what's the big whoop? When I play my game and then I make my mama proud. Smash, bang, you gotta hit the ball far. Then the crowd goes. Then you hear the ooh la 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 la. Treat. I want my birthdays all day long. Let the bogeys go and say hey. Ooh la 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 la. Hey. You wanna play with the pros now? Hey. You gotta hit it in the hole now. Hey. You wanna reach that top? Yeah. تاني أكتر الرياضات شعبية في العالم بعد كرة القدم. اكتشفوها في القرن ال13، طوروها في فرنسا على إيد النبلاء، وبقت لعبة الملوك في إنجلترا.
التنس هي رياضة التاريخ اليوناني والفرعوني والفرنسي والإنجليزي، وعلى فكرة التنس هو أسلوب الحياة الصحي بالنسبة للإنجليز، وتنس هو اسم مدينة فرعونية على ضفاف النيل أيام الفراعنة. أهم منافسة في التنس هي الجراند سلام اللي بتتكون من 4 بطولات، وبتبتدي في أول يناير، وهي بطولة استراليا المفتوحة واللي بتتلعب على أرضية صلبة، وبيكون المنافسة فيها شرسة جدا. أما المنافسة الثانية بتبتدي في أول شهر مايو على أراضي باريس، وبتكون بطولة فرنسا المفتوحة للتنس واللي بتتلعب على أراضي ترابية. You got to give it up till you can't get enough. Wanna see your candy on the dance floor, yeah. Come on now, push it up. Girl, you've got what I want. Give me something good so I can feel more, yeah. You got to give it up till you can't get enough. Wanna see your candy on the dance floor, yeah. Come on now, push it up. Girl, you've got what I want. Give me something good so I can feel more. وقبل نهاية العام بتستضيف مدينة نيويورك على ملاعبها الصلبة البطولة الرابعة والأخيرة على مدار العام، وهي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اللي بيتحدد معاها البطل. Wookie when the gay Angelina, she curl up her toe, them and scream. Feel me loving with the girl, them reveal everything that them heart with them feel. Good loving with the woman receive, sick of that when she want, she can't leave. Ragga ragga, me no pick girl for real, make them know it no ramp when we are doing. ال 2015 كان فيها 6 أحداث رياضية حصرية لسبوت اون سبورت. قبل ما أفكركم بيهم حابب أشكر كل الناس اللي تعاونوا معانا وقدرنا نحقق معاهم نجاحات. واحد من أهم الأحداث الرياضية في الوطن العربي كله، منافساته ما بنشوفهاش غير في القفص.
اسمي محمود سلامة ابراهيم. اسمي الشهرة ايرون مان. السن 38 سنة. وزن 84. وهلاعب بكره علي الوحش. وانا ما بتهددش وحش او غير وحش. اي حد يقابلني في القفص انا جاهز ليه، وبقول له فكر 100 مرة قبل ما تلاعب محمود سلامة. أعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم على قناة المحور وبرنامج سبورت اون سبورت. لسه معايا كابتن محمود طاحون. أهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا محمود. الماتش ده بين كابتن محمود سلامة وكابتن رمضان الوحش. الماتش هيكون قوي جدا. محمود سلامة يمتلك الخبرة والقوة البدنية أكتر والسترايكر الأقوى في الركن الأحمر، ورمضان في الركن الأزرق بالشورت الأزرق. باك سبيننج باك كيك سريعة جدا من محمود سلامة. رمضان بلو كيك. اوفر هاند شمال دي لو كانت لبست كانت بقت صعبة قوي. لو كيكس كومبينيشن نايس قوي ده. محمود سلامة داخل اجريسيف قوي. جدا نايس راوند كيك. بيج رايت هاند من محمود سلامة. نوك اوت في اول دقيقة في اول جولة. صعب قوي. صعب. محمود سلامة ما شاء الله عليه لا وحش. ايه ده طب رمضان ايه يعني الدكتور هنا بيعمل تشيك اب عليه؟ لازم لانه خد هوك يمين يعني قوي جدا. محمود سلامة النيك نيم بتاعه ايرون مان، وهو فعلا ايرون مان. طبعا روح رياضية رايح بيطمن عليه. بطل كبير قوي محمود سلامة. يمكن اعتقد دي النوك اوت في فايت نايت اعتقد. اسرع نوك اوت واقوى نوك اوت انا شفتها جدا يمكن في مصر لحد دلوقتي. رمضان بيقوم الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا رمضان وهارد لاك. معلش محمود سلامة دبدب. رجعنا لكم مرة تانية ومع فايت مختلف. المرة دي فايت للفيميلز أو البنات MMA النسائية في UFC ايفوليوشن بين البطلة منى سمير والبطلة ياسمين إبراهيم. هاي كيك بتحاول تحطها ياسمين بس منى سمير واخدة تيك داون. اسقاط أرضي ياسمين ابراهيم. نايس تيك داون. نايس تيك داون. خلينا نقول للناس ان الباك جراوند اصلا بتاعت سمير الرسلينج. سايد ماونت وبتحاول تاخد امريكانا. افرت لوك كويس قوي. تستسلم افرت لوك لسه بتحاول تاب. نايس قوي. فوز سريع جدا 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 وسهل جدا لمنى سمير. نايس سبمشن. خلينا نقول ان الرسلينج بتفيد قوي في الام ام. طبعا الف مبروك. وبيكملها طبعا البرازيليان جوجيتسو طبعا اكيد. الجرابلينج يا جماعه مهم جدا في الام. خلينا نقول ان بالتالي النتيجه حكمت البطوله النسائيه UFC ايفوليوشن الحكم آية سعيد بتعلن فوز منى سمير على ياسمين إبراهيم. الحمد لله انا كنت عامل خطه كده ان انا انزل هو ارضي، والحمد لله رب العالمين نجحت بفضل الله اولا واخيرا. شايف ان ده وليد اللحظه ولا ده انت عشان اتمرنت كتير وكان في مجهود قوي؟ الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، والحمد لله تعبت كتير وده توفيق من ربنا برضه اولا واخيرا. ناصر كوبروسلي كسب النهارده بالكنوك اوت. مبروك يا ناصر. مبروك حبيبي.
وزي ما انتم شفتوا كابتن محمد عبد الحميد دخل وكان هو ده المتوقع. كابتن محمد مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. احنا شفنا سبميشن قبل كده بس السبميشن بتاعك كان فيه ذكاء جدا، كان الموضوع عقل جدا. اللعب في الام ام اي مختلف خالص عن اي لعبه ثانيه قتاليه. الام ام اي فيه فكر، مش قتال وضرب على الارض وقتال شوارع. في فكر، في لعب، في سبميشن، في كيك بوكسنج، في ماي تاي، في لعب، في مهارات عاليه جدا جدا جدا. اللعيب لازم يكون عنده كل المهاره دي سواء فوق او سواء تحت. يعني ايه في البطوله رقم 23 دي كل اي اف سي ايفوليوشن؟ الحمد لله ان ربنا وفقنا ونجحت البطوله اي اف سي، وان شاء الله باذن الله مع قناه المحور ان شاء الله باذن الله نعمل شغل كويس جدا 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 نكسر بيه كل الوطن العربي وكل الايفنتات بتاعت الام ام اي اللي موجوده في الوطن العربي. ان شاء الله تكون اي اف سي مع المحور رقم 1 على مستوى الوطن العربي بالكامل. سي وسبوت اون سبورت مكملين في بطولات الام ام اي، ومبروك يا كابتن مبروك. رياضة غريبة وجديدة في مصر، أول ظهور ليها كان في سبوت لايف. الحدث الثاني اللي انا كنت بقول لكم موجود في مصر هو بطوله للفريسبي، بيشارك فيها 5 فرق، 3 من مصر و2 من بره مصر، الاردن ولبنان. المميز في البطوله دي ان هي اول مره تتلعب جوه مصر. خلونا نروح نتابع مع بعض البطوله. You be my sunshine. You make me nostalgic, you're a classic. You beat on the sweet side and my classic. So come and rock out like my jacket. And when you are coming, now go stop it, stop it. Shine. You go harder, harder. Push it, little farther, farther. Then make it. والتر فريدريك هو اول واحد اخترع الطبق الطاير او الفلاينج ديسك، وعلى فكره لما اخترعه بالصدفه، وده اللي هو قاله في احد لقاءاته على التلفزيون. الفريسبي او الطبق الطاير او الفلاينج ديسك هي لعبه السهل الممتنع. سهل ممتنع عشان هي بتبان سهله بس هي صعبه عشان بتحتاج فتنس ونشاط وحاجات كتيره جدا. الطبق الطاير بيبقى معمول من البلاستيك وقطره بيبقى 20 سنتيمتر، وبيبقى مصنوع بطريقه معينه اللي هي تساعده يطير اكتر وقت في الهواء بعد ما يتحدف. تعالوا نشوف اللعيبه بيعملوا ايه في الملعب دلوقتي. الجري والمشي بقت ظاهرة إيجابية في مصر، عشان كده حبينا نشارك كل واحد بيساهم في ده.
دايما في الجري اللي هي ما بتفرقش ما بين صغير او كبير او ولد او بنت ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. احلى حاجه بجد ان الواحد ينزل يجري في الهواء الحلو وفي الجو الحلو ده. لكن تعالوا نعرف من الناس الجري عندهم معناه ايه. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? ومن مدينة السلام شرم الشيخ كان عندنا حدث حصري، البطولة العربية للدراجات الهوائية اللي كان بيشارك فيها 12 دولة عربية. Meet me in Paris, under the stars, and I'll be there wherever you are. Love in the air is filling my heart. So meet me in Paris, under the stars, under the stars. Whoa, شرم الشيخ بتستضيف حدث من اهم الاحداث الرياضيه العربيه، وهو البطوله العربيه للدراجات الهوائيه. انا مش هتكلم كتير، تعالوا نروح نشوف مع بعض البطوله. Sun is coming up over the hill. I can hardly sit still. I got the will and I'll find a way. I'm not afraid. Waited for the chance all of my life. I can watch it go by. Now is the time. It's our choice to make. Every breath we take. No more praying off your knees. Play your heart out till your fingers bleed. Yesterday's history, tomorrow's a mystery, but today we're gonna shine. النهارده احنا بنتكلم عن البطوله العربيه للدراجات الهوائيه لسباقات الطرق، وهي رقم 33 للكبار و18 للشباب وال13 للسيدات والرابعه للناشئين. بطوله النهارده بتضم 12 منتخب عربي، وبصراحه ليا كمصري وكعربي انا فخور جدا بالتجمع الرياضي دوت. خليكم معانا في مدينه شرم الشيخ عشان تكملوا معانا البطوله. La bella vita, it's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita, it's a beautiful life, no matter who you are. Oh. It's a beautiful life, it's a sweet life. ومن شرم الشيخ للعين السخنة وافتتاح أول ملعب جولف على قمة الجبل، وده كان في سبوت. When you were gone, I missed you so much. I got a thrill from your every touch. You ran away with somebody else. I got a thrill from the moment we touched. You make me feel good. 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 خلوني اكلمكم اكتر عن البطوله اللي احنا فيها وعن المكان اللي احنا فيه. احنا في ملعب جولف جديد لسه بيفتتح في العين السخنه في بورتو السخنه.
وفي بطوله وديه بتتلعب على هامش يعني افتتاح الملعب. البطوله دي بيشارك فيها عدد من الدول وعدد من اللعيبه، بيشارك فيها 9 سفراء من دول مختلفه، وبيشارك فيها عدد من اللعيبه المصريين والاجانب، وكلهم جايين عشان يستمتعوا. بصراحه انا نفسي مستمتع استمتاع رهيب بجد والله، انا فعلا مستمتع وانا في الجو الجميل ده، الجبال والنجيله والبحر فعلا مصر فيها حاجات كويسه جدا وحلوه جدا لو فعلا اهتمنا بيها واخدنا بالنا منها، يعني هنتقدم وهنبقى في حته تانية خالص. الملعب اللي احنا هنخش ده دلوقتي هو عباره عن 9 حفر معمولين على نجيله طبيعيه، وفي 9 حفر تانيين بيشتغلوا عليهم دلوقتي، هم لسه ما خلصوش بس هم شغالين عليهم. 9 حفر دول هيبقوا على نجيله صناعيه. عجبني قوي في الملعب هنا اهو وانا ماشي وبتفرج فيه، عجبني قوي الدرجات اللي موجوده، عجبني قوي البحيرات الليكس الصغيره، عجبني قوي الفيو اللي انا ابقى واقف بلعب جولف وشايف الجبال وشايف البحر حواليا ومستمتع بالجو ده. وعلى فكره الملعب ده على ارتفاع 250 متر من على سطح البحر، ومفيش ملاعب في مصر، ده اول ملعب في مصر يبقى على سطح جبل، لان احنا فعلا فوق جبل، وده اول ملعب في مصر. في دول تانية طبعا اكيد فيها، مش احنا يعني الوحيدين في العالم يعني، بس كويس اللي احنا اتحطينا على التراك دوت في ان احنا بدا يبقى عندنا ملاعب بالشكل ده. ومبسوط اكتر لان من فتره اللي بيتابع برنامجنا شاف معانا حلقه الجولف اللي كنا مصورينها في نادي الجزيره، واتكلمنا كتير وقلنا يا ريت يا جماعه نشوف ملاعب في مصر، يا ريت نشوف عمليه لجذب سياحه الجولف في مصر، بس ما شفناش ده. زي ما انتم شايفين دي هول من الهولز اللي احنا داخلين عليها دي، من ال9 اللي موجودين في الملعب، والفلاج بتاعها حتى اهو مبين. دي هول اهي. بصراحه يعني لازم الواحد لما يشوف الطبيعه دي، اذا كانت الجبال ولا البحر ولا المنطقه الواسعه اللي احنا ماشيين فيها دي، الواحد لازم يقول سبحان الله، ولازم الواحد يقول ان مصر فيها اماكن حلوه. مش شرط ملعب الجولف اللي انا ماشي فيه اللي انا قصدي عليه، بس هو حلو، بس في اماكن تانية حلوه وبلدنا حلوه، ليه ما نستفدش منها؟ ليه ما نستفدش من السياحه الرياضيه الفتره دي؟ مكملين معاكم في سواحل البحر الأحمر، وبالتحديد في سهل حشيش الغردقة، بطولة الجمهورية للفروسية حصري في سبوت. Hey yo, straight from the slums of Latino, Maurice next to Cortez, for all the sexy ladies in the house tonight. This is #1 in your playlist. Let's go. البطولة هتقام على مدار 3 أيام، هيشارك فيها أعمار مختلفة من تحت وفوق ال16. البطولة هيكون فيها موانع وحواجز برضه بأطوال مختلفة. المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الفروسيه. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك. اهلا بيك. سعداء باللي احنا شايفينه النهارده. احنا النهارده في الافتتاح، شيء مشرف جدا. الله يخليك، ده مجهود كبير جدا عامله المنظمين في المكان، سياده المحافظ بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسيه ومع كل المصريين اللي هنا، عشان بس نقدر نوري ان مصر بلد الامن والامان، والسياحه موجوده ان شاء الله وتعود تاني وكل حاجه.
زي ما انتم شفتوا 60% من احداثنا الحصريه كانت في مدن سياحيه، وده لان فريق عمل سبوت كان عنده رساله في 2015 وهي اهميه السياحه الرياضيه. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah, but baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. اخر حاجه حابب اقولها في حلقه الحصاد، شكرا بجد لكل واحد ساعد ان البرنامج ده يكمل للسنه الثانيه، وشكرا لكل واحد تعاون معانا، وشكرا لفريق عملي اللي فعلا ساعدني. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه في سبوت جديد، سبوت اون سبورت. السلام عليكم. ملاك القاهرة يلا. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغل محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغير أو كنت راجل عجوز، مضطر عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش.